مبسوطة يا فرح؟ صح كلامك، حتى أنا قلت كذا. بالضبط، الأمور لازم تكون بالشكل الصحيح. أبي يا علي، هذا كبرك وانت قاعد تحبي. جبران عسى كيف، أنا جالس ألعب أختك. أقول لا تحيل علي. أنت قول إنك اشتقت وترجع طفل تحبي. ياوه وعدني بخلي أمك تسوي لي رضاعة، معك مغش مني. أوف رضاعة. طب أي قوم ودني بس معك، أبغى وجبة. ذحين أوديك. لا أعمل الآن بعد إذنك طبعا. المفروض في الليل. لا معلش، تقدر تاكل معك في أي وقت. جبران انت تدري انه في الليل يفضل انك تتعشى خيار. بسم الله الرحمن الرحيم. من متى انت هنا يا جدة؟ بسم الله بك انت وابوك. اوه معناته جنية. لا والله ما قصدني، أنا آسف. المهم جاوب على سؤالي. نسيت حتى سؤالك. ما كان سؤالك؟ سؤالي هو ليش انه يفضل انك تتعشى خيار؟ ليش؟ لان الخيار لا فائدة في الليل. 1 عشا خفيف، و2 يساعد الخيار في عمل خلايا في جسمك هي مسؤولة عن حرق الدهون. عادي يا عمه، أطفم نور في الصباح وأكلهم خيار، والبعد ما دراه إنه في الليل ولا في النهار. علي انت مرتاح على هذه الوضعية وانت مجعيبها كذا. أجلد. ها؟ نعم يا جماعة الخير، كذا وضعنا كل ليلة وكل يوم. علي امصحن اللي في بطاط حكام غدا تلقاه تحت مغسلة في ثلاجة فوق الخزان. صح كلامك، بس أصح نامي على صامت، أزعجتنا ترك. فستان فرح طلعتها من عند الحلاي ولا باقي لأن الغاز خلص. والله لو ما تسكتي يا شيوعية لأرفسك وطيحك مع نفس سرير. دحين لو نفترض انه انا قررت اسوي زي هذا، مو الاشياء اللي نحتاجها لازم اجيب ورقة واسجل، ولا لا ما يحتاج، انا راح اتذكرها. نقول المواد المطلوبة، يعني كمثال مجموعة اشجار وحديقة كبيرة. خلينا نقول مزرعة عشان ناخذ راحتنا وما نزعج احد، ونقول ادوات كهربائية من منشار وصنفرة ودبابيس وغيرها من ادوات غير كهربائية زي مطرقة ومسامير وغر خشب. حلو. وبرضه نحتاج عدة السلامة، شنطة اسعافات اولية
ما حد يدري، يمكن تجيني إصابة وأكون مجهز نفسي. أعرفني إذا تحمست أجيب العيد، وإيش كمان ياهو، أجيب لي ثلاجة وميكروويف وأقضي لي مقاضي حق شهر. يصير أخلي هذه المهمة زي الإجازة لي من إزعاج بنت شيوعية وزوجها وعيالها وأخوها، وبرضو أرجع لياقتي، ومرة واحدة أكتسب خبرة وتحدي جديد. تمام، نعتمدها. هذه فكرة فنانة والله. أقول خلينا أقوم أرقد بلا كذاب وكلام فاضي والله في حيل. مسهم بالخير يا السهرانين. الله يمسك بالنور يا بابا. حياك الله علي، تعال اسهر معانا. حسن وجبران جالسين، ولو برد شاهي واضح ما خليتهم حد بحاله، لو حشيتنه حتى انت ما كبيناك. وجع يعني ما تفطروا ولا حد. غريبة صاحي ذحينة، مو قلت بترقد بدري؟ ما صحك ذحين، الساعة رايحة الواحدة قديها. هذا السؤال يا حسن أسأله أختك شوعية وفرح. كيف أسألها عسى؟ ما هو السالفة. ليكون أمي صاحية ومشغل التلفزيون وتتابع مسلسلها اللي قصة جنبوه. والله يا ليت يا جبران التلفزيون يكون أرحم من صوت أمك وشخيرها، كان مشغل ماطور. والله صادق، أنا كثر ما تعودت على شخيرها صرت مرتاح لها بالنوم إلا لما أسمع صوتها. حسن رجع المهر حقي اللي دفعته الشيوعية، غشتني يوم جيت أخطبها، ما علمتني إنها تشاخر. أقول توكل على ربك، لا الهطك بهذا البرد على صابر. أوف بابا، ما هذا الطقم؟ واو، هذا طق منه. كيف حلو؟ لا حلو ما عليك، يمشي الحال. طب حط ذا البرد على راسك. حسن كيف، احترم نفسك. بابا بالله راح تتفاجأ. طيب نفترض سمعت كلامك وحطيت البرد على راسي، طيب وبعدين؟ خال حسن أعطيني مولعة. لا كخة بابا كخة. خال حسن ما أنا فرح تقول لي كخة. اخلص علي، حطينا برد وانت معك ولاعة، طيب بعدين ما آخذ المولعة ونولع فيك، يعني أنت دافور. والله انها حلوة يا علي، بس انت ليش منفس؟ تبغى تعرف ليش انا منفس؟ معقول كلها هذا عشان أمي، عشان أصحنك من النوم؟ لا ما هو فرح بالا علي. لا والله اني قد كذبتني شيوعية. كيف يعني ماني صادقة؟ اي والله انك كاذبة. كيف تحسبيني قديني قحم؟ ما اتذكر انت قلتن انه يوم طفي علينا مكهرب وجلس 3 ايام وصالحة بالتسعيد كرشة قديها تمشي. يا وصح انا قلت كذا. هلا وربي ما حصل من كلامك شي، صح. ايامها عادة تحبي وزيد اول يوم طفي مكهرب انا كنت جالس مع ابوها سعيد كرشة وهي في جنبي، هبت لها فشفاش وجالسة تاكل معايا، واول ما حسن انه الدنيا ظلام بكن وشليتها واعطيت ابوها ومكذبان السائل ذاك الحمول. أنا؟ لا اقصد خالك حسن، لقد سمعتني اقول ذاك الثور فاعرف ان انت مقصود. طيب واللي كم عندنا داخل عندهم حريم وقديها تمشي ايامها مني؟ اعتقد واذا ما خاب ظني انها رفيدة. ياوه والله صادق رفيدة، حتى شعرها كان اطول من صالحة. ايوه اخيرا رجع لك الذاكرة. هبلة يعني قلتاني ماكل، مال ذي المرة الحقة معاك. ذي المرة بس، الا كل مرة الحقة معايا. بابا لا تتقوى على بنت، ترى وراها رجال. عجيب، ومن هو رجالها؟ لا يكون قصد خالك حسن، اذا كان هو فوالله والنعم فيه. زي ما قلت خالي حسن والنعم فيه، بس مو قصدي هذا. من هو قصدك؟ لا يكون انت. بالضبط انا المقصود، ترى مو الحالة انا معاها.
اقول قم لا شوتك. يا أخي مالك؟ أقول له شي يحسسني باحترامي كإنسان. ليه تخجل فيها وتكسر خاطري؟ اخجل بك واكسر بخاطرك زي ما قلته لانك ما تعرف تتكلم وما تثمن كلامك زي الناس. ترى عادي تقدر تعلمني بس بدون عنف. انت كذا ما تخلي لي شخصية. ها بكى هبلا كيف بتكون معك شخصية وانت على طول تبكي من اتفه الاسباب؟ لا يعني الصراحة ما لك حق. كيف ما لي حق؟ انت مرات انه ابني يتهددني وش يضربني. انا كنت امزح معاه في البداية بس هو تماد بالمرة. ولو يا علي بالله كيف بيعرف انه تصرفه خطأ وكلامه خطأ اذا انت ما بينت له خطأه على طول تخاصمه وتهاوشه. وترى على فكرة كلامه والله صح في انك تعامله كذا ما راح تخلي له شخصية الا راح تجيب له نفسية. هيا ها دحين قلبا علي شوعية وش تهب لي محاضرة في فن التربية الحديثة. عزيزي الأب، لا تمنع طفلك من اكتشاف ذاته، بل كن أنت المحفز وأنت الوقود وأنت القدوة لطفلك. نعم، إذا رأيت طفلك يفعل الخطأ لا تعاقبه فقط، لا، بل أخبره بخطئه وكن أنت معلم. أيضا لا تستمر في قول الكلام فقط بل أفعل، فالطفل يتعلم أكثر بالفعل بمجرد يراك أن تفعل. ماذا في الورقة؟ بابا وجع. طيب يا بابا ومخبيها عنه. اوريك جيت والله جابك. خال حسن انا احب اللون الاصفر. لا، أنا أحب اللون الأحمر. بس وش الطاري غريبة؟ لا بس بما انك خالي وحبيب قلبي وما تخبي علي شي قلت ابيك. يعني فاتح موضوع أنت ولا كيف؟ تقدر تقول. بابا بفلوس. ما في. مو انت زعلان مني؟ واللي زعلان ما يطلب فلوس. براحتك. انا بروح عند امي وبوريها ورقة صفرة لقيتها في غرفتك. ورقة صفراء؟ طيب بس اسمع اعطيني هذه الورقة وانا مو بس اهب لك فلوس الا اوديك موسم الجيمز وتقابل صناع المحتوى اللي تحبهم. لا تتحايل بيها. انا مريها. طيب ووديك حتى في اللتبة الجديدة. ها ما هو قلته؟ عسى ما هو في ذي الورقة. ولا شي مالك؟ انا بروح دحينة مشغول زي ما قلت لك اول. روح خذي لي وجبة من معك. ابشر انت روح لشغلك وانا اجيب لك الوجبة حتى غرفتك. ابشر. علي، عسى ما هو القصة ما معك من فضيحة في ذي الورقة. ولا شي حسن ولا شي. جبران، جوجو، جبت لك الوجبة. ايوه حلو، الورقة نسيتها هنا. هيا دحين خلينا نشوف ما هو خبرك وكيف تهددني. بابا جيب لي مويه. اقول انقلع عثار. كيف؟ تقلع من ما سمعتك زين. اقلعك انت زي ما قلت لك اول. اذا قلت لك ثور فاعرف انه انت مع السلامة. ها شوفي هذا الورقة ما مكتوب فيها. طيب قرأتها وبعدين؟ انت متأكدة؟
والله قريتها. مالك يا جبران؟ وعادي عندك ما في أي ردة فعل. جبران لا تجنني. ها مكتوب فيها عصير رمان وخبز وزبادي وماجي وشطة وتونة. أشوف والله صادقة. ماما ربي كان مكتوب فيها رسالة حب إلى حبيبي القديم علي، كما اشتقت لك يا حبيبي من حبيبتك السابقة تهاني. لا الظاهر أبوك معاه حق، يبغالك تربية من أول وجديد. بابا كيف غيرت الورقة؟ يوم جبت لك الوجبة انت شكلك رحت المطبخ وانا جيت غرفة. عجيب، بس نسيت أقول لك أنا صورت ورقة وعندي نسخة في جوالي، دحين نرسلها لأمي وللمعلومة وورقة مكتوب فيها رقم جوال حبيبة القلب تهاني، يعني أمي تقدر تدق وتتأكد إني صادق ولا لا. مع السلامة.